لقب باء الجوكري لقدرته على تقمص الشخصيات بشكل شديد، واشتهر بأدواره الشريرة. قصة الفنان بسام كوسة وأبرز محطات حياته. بسام كوسة من الفنانين السوريين المخضرمين، هو ممثل ومخرج مسرحي خريج كلية الفنون الجميلة في دمشق. قدم العديد من الأدوار المميزة خلال مسيرته الفنية. بدأت مسيرته الفنية من المسرح، كما شارك في عدة أفلام كان أهمها فيلم المتبقي، والذي نال عنه جائزة أفضل ممثل من مهرجان طهران. اشتهر بأدواره الشريرة كشخصية الإدعشري في مسلسل البيئة الشامية الشهير باب الحارة، وشخصية المخرز في مسلسل ليالي الصالحية، وصبري أفندي في مسلسل بيت جدي، وأسعد في مسلسل الحوت، وغيرها الكثير من الأدوار الشريرة التي برع فيها. من هو الفنان بسام كوسة؟ هو من مواليد مدينة حلب الشهباء عام 1954. تخرج من كلية الفنون الجميلة في دمشق، وخلال دراسته الجامعية بدأ بالعمل كممثل ومخرج مسرحي في المسرح الجامعي. أطلق عليه كثيرون لقب الجوكري لإبداعه في تقمصه الشديد للشخصيات التي يقدمها، لا سيما الأدوار الشريرة منها. بدايات الفنان بسام كوسة كانت بدايته الفنية من مسلسل عز الدين القسام بدور مشيه عام 1981، وفيلم قتل عن طريق التسلسل عام 1982. في الثمانينيات شارك في كل من مسلسل بيوت في مكة، ومسلسل الحريق، ومسلسل البيئة الشامية لك يا شام، كما شارك في فيلم ليالي ابن آوى بدور طلال. في التسعينيات شارك في كل من مسلسل حكايات من التاريخ، حيث قدم فيه أدوار متعددة، ومسلسل أيام الخوف بشخصية المهندس شريف، والعديد من الأعمال الأخرى أهمها مسلسل هجرة القلوب إلى القلوب، ومسلسل الشريد، ومسلسل أحلام مؤجلة، وأيام شامية، الكف والمخرز، خان الحرير، الفصول الأربعة. كما كان له مشاركات عديدة في الأفلام أهمها فيلم الكومبارس، وفيلم شيء ما يحترق، فيلم المتبقي، والذي نال عنه جائزة أفضل ممثل. في عام 2000 شارك بمسلسل الزير سالم بشخصية التبع اليماني، ومسلسل الخوالي بشخصية نصار بن عريبي، ومسلسل سيرة آل الجلال بشخصية زاهر. وفي عام 2004 شارك بمسلسل عصر الجنون، حيث أبدع في تقمصه لدور صالح المدمن على المخدرات. كما أبدع أيضا في أدواره الكوميدية، لا سيما في المسلسل الاجتماعي الكوميدي قانون ولكنة، وبقعة ضوء، ومسلسل عالمكشوف، ومسلسل حارت على الهواء في عام 2008. بالإضافة إلى دوره المميز مع الفنانة ضحى الدبسي في المسلسل الاجتماعي الكوميدي الساخر ضبو الشناتي بشخصية رب الأسرة خليل. وفي عام 2010 أحدث مشاركته في مسلسل ما وراء الشمس ضجة إعلامية كبيرة لإبداعه في تجسيد دور بدر، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ومصاب بالتوحد، حيث نال بسام كوسة على هذا الدور جائزة أفضل ممثل عربي من مهرجان جوردن أوردز، وجائزة أدونيا لأفضل ممثل دور أول. كما لعب دور البطولة بشخصية نوح علم الدين في مسلسل دومينو عام 2016، أما آخر مشاركاته كانت في شبابيك وأهل الغرام في جزئه الثالث، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل الرعب الرابوس. حياته الشخصية: يفضل الفنان السوري عدم الافصاح عن كل ما يتعلق بحياته الخاصة وعائلته، فهو متزوج ولديه ولدان، وجد، وثائر. ودائما ما يشير إلى أن زوجته لها دور مهم في نجاحه وحصوله على جائزة ميوريكس دور لأفضل ممثل عربي. التكريم والجوائز: حصل على جائزة أفضل ممثل عن فيلم المتبقى من مهرجان طهران. كما حصل على الجائزة نفسها من مهرجان معهد العالم العربي بباريس عن دوره في فيلم الكومبارس، ومن مهرجان البحرين عن دوره في فيلم تراب الغرباء. في عام 2005 حصل على جائزة عن مجمل أعماله ومسيرته الفنية الغنية من مهرجان أدونيا، وحصل عليها مرة أخرى كأفضل ممثل دور أول عن دوره في مسلسل سحابة صيف عام 2009. كما حصل على جائزة أفضل ممثل عربي في مهرجان جوردن أوردز ومهرجان أدونيا عن دوره في مسلسل ما وراء الشمس. موقفه مما يحدث في سوريا: لم يصرح الفنان السوري عن تأييده للنظام السوري بشكل صريح
صريح والتزم الصمت، إلا أنه شارك في عدة أعمال تدعم رواية النظام السوري مثل مسلسل روزنا.